في ناس بتطلع على السوشيال ميديا بتقول كلمتين وبيعدوا، وفي ناس تطلع تقول نفس الكلام، لكن فجأة الدنيا كلها تركز والناس تقف، كأن في مغناطيس شد العقول قبل العيون. وده اللي حصل مع الدكتور محمد المغربي، الراجل اللي بقى رمز عند ناس وصوت صريع عند ناس ومصدر إزعاج عند ناس تانية. لكن مهما اتفقت أو اختلفت تلاقي اسمه موجود وتأثيره سابق بخطوة. والسؤال هنا مش هو صح ولا غلط، السؤال الأعمق: ليه الناس انجذبت ليه؟ ليه ظاهرة زي دي تحصل؟ وليه تنتشر بالشكل ده؟ الإنسان بطبعه بيحب اللي يحس بيه، يحب اللي يترجم له وجعه، يحب اللي يقول اللي كان محبوس في صدره. وكل مجتمع بيعدي بفترة بيحتاج فيها صوت صريح، صوت مش خايف، صوت يمد صباع الاتهام في الجرح ويقول اهو ده، واجه نفسك. وده حصل من ايام سيدنا عمر بن الخطاب، لما شاف الفتى الوسيم اللي الناس كانت بتلتفت له وقال عنه ان لهذا الفتى شأنا، مش لانه نبي ولكن لانه صاحب قبول وصاحب حضور. والقبول ده سر من اسرار التأثير، نفس السر اللي ظهر مع يوسف عليه السلام لما النسوة قطعوا ايديهم من شدة الدهشة، ونفس السر اللي خلى الحسن البصري يقلب مجالس كاملة بكلمة واحدة، مش لأن صوته أعلى ولكن لأنه صادق، والصدق له رنين محدش يعرف يقلده. المغربي امتلك الحضور وامتلك اللغة اللي تلمس جرح الناس، وامتلك الشجاعة اللي كتير فقدوها، وده سبب انتشاره الحقيقي، مش السوشيال ولا الخوارزميات، لكن الناس نفسها. الناس هي اللي صنعت الظاهرة، لأن المجتمع لما بيتعب بيدور على صوت يزعق مكانه. لكن هنا بقى يجي الخطر، مش خطر المغربي، لا، خطرنا احنا اننا ننسى الفكرة ونمسك في الشخص، اننا نصدق كل حاجة يقولها، ومشاكلنا لسه مش محلولة، اننا ندور على منقذ بدل ما ندور على وعينا. وده نوع من انواع الاعتماد اللي ممكن يعمل خلل داخلي، يخليك تسمع من غير ما تفكر، وتصدق من غير ما توعى، وتحب من غير ما تفصل. وسيدنا علي قال كلمة تنفع تنكتب على جدران السوشيال ميديا كلها: انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. وده ملخص الفلسفة كلها: ما تعيش تابع، عيش واعي، لأن الظاهرة مش خير مطلق ولا شر مطلق. الظاهرة مرآة للمجتمع، بتعكس اللي جوانا وتبين مستوى الوعي اللي وصلنا له. والمغربي واحد من الظواهر دي، في جزء مفيد وجزء لازم نفكر فيه وجزء لازم ناخده بحذر، مش علشانه هو لكن علشاننا احنا. وفي النهاية لازم نكبر عن فكرة مع او ضد. الموضوع اعمق من كده، الموضوع انا بفهم ولا لا، انا بسمع ليه وباخد ايه وبسبب ايه وبسيب ايه، وبحافظ على مسافة الامان اللي تخلي عقلي فوق اي مؤثر مهما كان صوته قوي. لان اقوى صوت في حياتك مش اي مؤثر على السوشيال ميديا ولا اي ترند ولا اي خبير علاقات. اقوى صوت هو صوتك الداخلي، صوت الوعي، صوت الحكمة، الصوت اللي بيقولك اسمع واستفيد، بس فكر وما تديش قلبك لأي حد. خلي بينك وبين كل حاجة شوية عقل، وفي وسط ده كله ما ينفعش تتجاهل سلوك تاني بيظهر بقوة. تعليقات بعض بنات اليومين دول جرأة في غير محلها، كلمات ما كانتش تتقال زمان إلا بالهمس بقت تنكتب دلوقتي قدام الآلاف بلا حياء ولا اتزان. مشكلتهم مش إنهم بيعبروا، المشكلة إن التعبير بقى بلا حدود، كأن الحياء ده خيار، تاخده أو ما تاخدوش، تعمله أو ما تعملوش، وكأن الرصانة ضعف. وده مش بس بيقلل من قيمتهم، ده كمان بيزق رجالة كتير ناحية الغلط، ويشجع الفتى انه يتعامل مع نفسه كسلعة لا كقيمة. ولو كان الحياء للمرأة زينة، فهو اليوم عند بعضهم مجرد فلتر بيشيلوه وقت ما يحبوا،
ودي واحدة من أخطر علامات انقلاب الموازين، يوم ما يصبح الطبيعي غريب والغريب هو الطبيعي. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.